دلوقتي شخص بيدعي دايما المرض، هل فعلا ممكن يجي له المرض؟ ب 99%. دي حاجه. لا يا حبيبي خد مني وسر. تمام اتفضل. قال عليه الصلاه والسلام: البلاء موكل بالمنطق. اي واحد يتداعى المرض، شوف في المثل يا متولي حاجه، مثل مشهور بقاله 2000 سنه وشويه قبل الاسلام، يقول لك: نام نومه عبود. عبود ده كان حطاب، راجل حطاب، راح لم الحطب في ليله سودة ورجع وكانت صحته زي الحصان، وخطر بباله فكره قذره، يقول لمراته: قال يا بسنت لما اموت هتعملي عليا ايه؟ يا اخويا اسكت. تقول لها: لا لازم تقولي لي. يا عبود بقى يو كفلان شان، لا لازم اعرف يا بسنت. فقال لها: انا همدد واعمل ميت واسمعك بقى هتقولي عليا ايه وانا طالع من الدار للترب. وراح ميل على ظهره كده وقال: ها قولي يا عبود يا سابق بالخير البارود، يا كل الناس اسيا وانت الودود. قعدت ساعه الا ربع وجت تقول له: ها عجبتك يا بودي؟ عبود ما قامش عبود ليوم القيامه. تمام. قال: انا هعمل ميت. عمل ميت مات. فاللي بيتمارض هيمرض، واللي بيدعي الفقر هيفتقر، واللي بيقول ما معيش وهو معاه مش هيبقى معاه. دي قواعد يا متولي.